آه ما أجمل أن يستريح الإنسان بعد أن سار سيرا حثيثا. سيرا مصدر، سار يسير سيرا، سيرا مصدر. ومن يكون حضرته؟ ستكتشفه بنفسك بعد قليل. أرأيت يا أبي لقد مزق كرتي تمزيقا. تمزيقا مفعول مطلق وهو مصدر يذكر بعد فعل من لفظه لتأكيد معناه. ولماذا مزقت كرته تمزيقا؟ لأنه أمسك السماء أقلامي تكسيرا. تكسيرا مفعول مطلق وهو مصدر يذكر بعد فعل من لفظه لتأكيد معناه. ولماذا كسرت أقلامه تكسيرا؟ مع أنني حذرته من ذلك تحذيرين اثنين. تحذيرين مفعول مطلق وهو مصدر يذكر بعد فعل من لفظه لبيان عدده. حذرته تحذيرين ورغم ذلك كان عليك أن تسامحه، فالمفروض بك أن تسير مع أخيك سير العقلاء. سير العقلاء سيرا مفعول مطلق وهو مصدر يذكر بعد فعل من لفظه لبيان نوعه. جرب أن تواسي هذا الولد. سأجرب، ليس بيدي إلا أن أقول له صبرا على الشدائد يا بني. صبرا مفعول مطلق وهو مصدر يذكر بدلا من التلفظ بفعله. عرفته، أنت السيد مصدر. بل أنا مطلق، أنا السيد مطلق. أنت مطلق الصلاحيات. بل أنا المفعول المطلق. المفعول المطلق؟ نعم. أهلا بحبيبي وصديق السيد المفعول المطلق. أهلا يا مرحبا، تفضل، لقد اشتقت إليك كثيرا يا صديقي. أين أنت يا مرحبا يا مرحبا؟ ماذا يعني المفعول المطلق؟ منذ ساعة وهو يخبرك ما المفعول المطلق. المفعول المطلق هو مصدر يذكر بعد فعل من لفظه لتأكيد معناه أو عدده أو نوعه. أهلا بالمفعول المطلق، أهلا. والآن ما تعريفك للمفعول المطلق؟ لم انتبه إلى هذه الناحية انتباها جيدا. أنا أساعدك. المفعول المطلق هو مصدر يذكر بعد فعل من لفظه تأكيدا لمعناه، كقولنا كرم الشعب الشهداء تكريما، أو لبيان عدده، كقولنا وقفت وقفتين، أو لبيان نوعه، كقولنا سرت سير العقلاء، أو بدلا من التلفظ بفعله، كقولنا صبرا على الشدائد. والآن يا هذا ما المفعول المطلق؟ المفعول المطلق هو مصدر يذكر بعد فعل من لفظه تأكيدا لمعناه أو بيانا لعدده أو بيانا لنوعه أو بدلا من التلفظ بفعله. أحسنت أحسنت أحسنت. لفظ حلو يأتينا حين يكرر يرضينا. يعجبنا المفعول المطلق نفرح فرحا يدينا. المفعول المطلق مصدر منصوب والعامل فيه فعل تام منصرف ضرب الكرة ضربا أقوى. درس المفعول المطلق وصف بالتكرار سينطق. لفظ حلو يأتينا حين يكرر يرضينا. يعجبنا المفعول المطلق نفرح فرحا يدينا. يأتيكم بعد الأفعال ويسمى مصدر يا أسعد. الفعل المطلق أحبابي حرا دوما غير مقيد. دوما منصوبا نلقاه فالفتحة ستنال رضاه. وإذا جاء مثنى ينصب بالياء وذاك فهمناه. درس المفعول المطلق وصف بالتكرار سينطق. لفظ حلو يأتينا حين يكرر يرضينا. يعجبنا المفعول المطلق نفرح
للمفعول المطلق حالة أو حالات تلحق فعلا يأتينا من بعد الفعل ليؤكده يا ليلى. وكذلك أيضا يا زين بعد الفعل بصورتين ليبين نوعا أو عددا. سجدت لله سجدتين. درس المفعول المطلق وصف بالتكرار سينطق لفظ حلو يأتينا حين يكرر يرضينا. يعجبنا المفعول المطلق نفرح فرحا يا دينا. والمشتق وجدت الطفل خائفا خوفا شديدا. والمصدر أفرح بنجاحي نجاحا كبيرا وأكيدا. يتسع المعنى ويزيد المفعول المطلق ويسود. ويكون المقصد تعظيما عنا لا تقصيه حدود. درس المفعول المطلق وصف بالتكرار سينطق لفظ